اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جت لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما نبدا الفيديو خالص حط اللايك الجميل بتاعك. انا عارفه ان انتوا بقيتوا تفتكروا من نفسكم ان انتوا تحطوا لايك، بس ايه، انا برضو حابه ان انا افكركم حطوا لايك واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه كده، النهارده ده كان يوم الخميس وكان جوزي اجازة من الشغل، تمام كده. فقلت ان انا احضر فطار بقى كده معاكم، فطار حلو كده ولطيف ولذيذ مع بعض. ده تقريبا فطار المصريين عامة، في حاجات هنعملها مع بعض حلوة قوي. هنا بقى اول حاجة قطعت بطاطساية وقلت ان انا اقليها كده صوابع. انا بحب ان انا اقطعها كده تحس ان هي متساوية، يعني صوابع متساوية. قطعت كده البطاطس وحطيتها في الطاسة لحد ما تتقلي، وجبت طماطمايه وخيارايه صغيره وبدأت ان انا اقطعها كده علشان اعمل طبق جبنه بالسلطه. عايزه اقول لكم حلوه قوي، جربوها بنفس الطريقه هتعجبكم. للناس اللي بتحط فلفل، لا حط خيار بقى، جربيها بالخيار وهتعجبك قوي. وفي الوقت ده كان البطاطس كانت بتتقلي على البوتاجاز. خلصت كده الخيار والطماطم وجبت بقى علبة الجبنة وبدأت ان انا اقلب كده، وبعدين حطيت عليها رشة زيت. عايزه اقول لكم كانت حلوه جدا وجميله. وجبنه المراعي دي عايزه اقول لكم كريمي جدا وحلوه قوي، جربوها للناس اللي لسه ما جربتش الجبنه المراعي. عايزه اقول لكم بجد تحفه، احلى من عبور بكتير جدا، وتحسوا ان هي القوام بتاعها كريمي قوي. جربوها تعجبكم قوي. طلعت البطاطس من الطاسه بقى، وبعدين جبت طاسه صغيره وقلت ان انا هعمل بيض بالبسطرمه. جوزي كان جايب لي بسطرمه بقى، فقلت ان انا ايه، اعمل بيض بالبسطرمه. عايزه اقول لكم حلو قوي البيض بالبسطرمه، جربوها لو انتم مجربتوش البيض بالبسطرمه، جربوها هتعجبكم جدا. في ناس كتير يا جماعه بتجرب البسطرمه على حاجات تانية وكمان بياكلوها كده. بصراحه لو كلتيها قبل كده عادي، جربيها في البيت بقى هتعجبك قوي. المهم هنا بقى بتبقى حلوة قوي. المهم هنا بقى حطيت بسطرمة كده وسبتها كده تستوي شوية على البوتاجاز، وبعدين كسرت عليها بيضتين. عايزه اقولكوا حلوة قوي وتحفة. كان فطار خفيف كده ومخدش وقت معايا خالص. قليت كده بيضتين، وعايزه اقولكوا الفطار النهارده كان ما شاء الله كان تحفة. خلاص كده خلصتهم وغرفت في الطبق، وده كان شكله في الاخر. حاجات كده بسيطة ولذيذة، وفي نفس الوقت الفطار ده يعني يسند كده الصبح. اهم حاجة وجبة الفطار دي الصبح بتبقى جميلة جدا، لان انتي بتقعدي عليها وقت طويل قوي. المهم كان عندي لانشون حلواني بالفراخ، وكان عندي لانشون عادي. قلت اطلع كده ايه، شريحتين وشريحتين على قدنا يعني، واحط الباقي فين في التلاجة. وقطعت خيار كده. ده كان شكل الفطار. عايزه اقول لكم كان حاجه حلوه قوي وتفتح النفس. يلا بينا بقى نشوف باقي الروتين بتاعنا وهنعمل ايه. ندخل على الاوضه بقى، نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم كانت الاوضه بقى لها كتير ما روقتهاش، فكانت محتاجه مني تنظيف عميق. اول حاجه كده دخلت فتحت البلكونه، بعد خلاص ما فطرنا وكده، ومحمود كمان جوزي نزل، فقلت ادخل بقى يا بنت ايه، يشد الاوضه شده خليه يتفاجئ بقى اول لما يجي. دخلت كده اول حاجه عملتها نفضت بقى السلك بتاع البلكونه بالمقشه كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم طلع كميه تراب ما اقولكوش. ما عنديش ستاره في البلكونه للاسف، فعايزه اقول لكم بيدخل لي كميه تراب بقى الاوضه كتير قوي. قعدت انفض بقى كده في السلك بالمقشه لحد ما ايه ما خلصت خالص، وبعدين جبت حاجه كده من الغساله ونفضت كويس قوي الظرف، وكمان شلت الحاجات اللي على الكومودينو طلعتها بره. جبت حاجه كده من الغساله وقعدت بقى انفض الازاز ونفض الظرف كويس قوي، بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي نوع من التراب. قلت يا بنتي انت لازم تفاجئيه بقى لما يجي كده يقولك ايه ده، ايه ده، بجد يعني ايه النظافه والروقان ده. كمان انا بقالي كتير الصراحه مروقتهاش، وكل لما بروقها من فوق لفوق. نفضته كده واتاكدت بقى ان هو بقى نضيف ومفيش فيه اي تراب. جبت بقى البريكس ده، عايزه اقول لكم حلو قوي، وكمان بريحه اللافندر. وكمان جبت البخاخه دي لسه جايباها جديده بقى، ما اقولكوش فرحانه بيها قوي. وكمان جبتها لونها موف، وريحه اللافندر بقى تحفه 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 بجد حلوه قوي.
المهم الناس اللي مجربتش البريكس ده حلو قوي، جربوها هيعجبكم جدا. وكمان ريحة اللافندر بتاعته تحفة، هو معقم ومطهر وكمان ملمع حلو قوي. رجيت البخاخة كده زي ما انتوا شايفين، حطيت فيها حبة بريكس وزودت عليها مية ورجيتها كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت بقى ان انا امسح بيها الخشب والازاز وكل الحاجة بتاعة الأوضة. عايزة اقولكم انا لما دخلت الأوضة وشفت المنظر اتصدمت، بجد مليانة كمية تراب كتيرة جدا، والصراحة ما كانش ينفع ان انا اسيبها توصل للمنظر ده. وان شاء الله هركب ستارة قريب علشان خاطر التراب بيدخل جامد جدا في. مسحت بقى الكومودينو الاولاني، نبدا بقى نفضي الحاجات اللي على الكومودينو التاني. عايزه اقول لكم بصوا جوزي اخترع اختراع باسكت عشان ما فيش باسكت في الاوضه، حط لي الكيس كده وكان بيحط فيه بقى الحاجات اللي هي المناديل والحاجات دي. تمام. المهم طبعا انا رحت جبت له باسكت علشان بقى يبقى جنبه الباسكت لو هو محتاج يرمي مناديل او اي حاجه. المهم هنا بقى بدأت ان انا ارش بريكس بقى وامسح بقى الازاز وامسح الخشب. عايزه اقول لكم الخشب بتاع الاوضه بصراحه كان متبهدل من التراب بسبب ان البلكونه يعني وكده، فبتدخل تراب كتير، والاوضه على البلكونه وللاسف ما عنديش ستاره في البلكونه، فانا مسحت خشب الاوضه كله والصراحه خليتها زي الفل. فرقت كتير قوي 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 من دلوقتي لحد ما تشوفوها في اخر الفيديو. عايزه اقول لكم بجد تحفه، هتعجبكم جدا. المهم هنا كمان كنت برفع الازاز وكنت بمسح تحت منه. خلصت بقى الكوميدينو ومسحته كويس. نبدأ بقى نشوف باقي الحاجات اللي هنعملها في الأوضة. وكمان مسكت الدولاب كده، عايزة اقول لكم ما خليتش فيه اي حاجة، مسحت كله كده حتى المراية. كمان هو بيلمع المرايات حلو قوي، وعايزه اقول لكم هو كمان احلى من البليتش يعني كمان للخشب او للمرايات. فعايزه اقول لكم بجد تحفه، الناس اللي لسه مجربتهوش تجربوا بجد هيعجبها قوي. كمان خلى الاوضه كلها ريحتها باللافندر، يعني ريحه الاوضه كلها حلوه قوي بسبب اللافندر، كانت ريحته قويه جدا فتحفه بجد. المهم ان انت كمان بتستخدميه في الميه بتاعه الغسيل بتاعه الارض، المسيح بتاعه الارض، بتستخدميه على الاسطح، بتستخدميه على الخشب، بتستخدميه لو انت هتمسحي ترابيزه رخامه، حاجات كتير قوي. بدأت كده خلاص ان انا اشيل الحاجات بقى من على السرير. طبعا سبت الملاية دي علشان لو في ترابة او كده تيجي عليها ما تجيش على المرتبة. وبدأت ان انا اشيل الحاجة كده زي ما انتوا شايفين. وكمان طلعت طقم سرير جديد ونضيف يعني. وبعدين فكيت الكياس بتاعت المخدات وهنشيل الملاية بقى كده وهنفرش طقم جديد. عايزة اقول لكم الطقم ده محمود بيحبه قوي بجد، هو حلو قوي. وكمان هو طقم عليه كوفرتا، بس انا مش مطلعه الكوفرتا بتاعته دلوقتي، فدلوقتي هنفرشه مع بعض. دي تقريبا تاني مرة افرشه، فعايزه اقول لكم حلو قوي وهيعجبكم. كمان هو لايق على لون الاوضه، يعني شكله حلو قوي ولايق كمان على لون الاوضه. هنا كنت بظبط بقى، دي مرتبة التطرية انا حطاها على المرتبة التانية بحيث ان هي بتستحمل وكمان بتطر المرتبة وفي نفس الوقت بتحمي المرتبة الاصلية. عايزة اقول لكم حلوة قوي وكمان طرية، يعني لو يعني تقدروا ان انتوا تستخدموها فهي بصراحة تحفة. كمان يعني لو في اي حاجة جت على المرتبة فهي بتحمي المرتبة الاصلية. المهم بدأت كده ان انا افرش الملاية وهوريكم شكل الأوضة بقى بعد ما خلصت خالص، وهوريكم شكل السرير بجد حلو قوي وهيعجبكم. رحت بقى شغلت الغسالة لان كان عندي غسيل كتير، ورجعت تاني كنت فرشت بقى الملاية وبعدين كمان لبست اكياس المخدات. واهي زي ما انتوا شايفين كده، عايزه اقول لكم بجد حلوه قوي ومنظرها تحفه. وايه رايكم؟ لايقه على لون الاوضه ولايقه على السرير بجد تحفه، يعني حلوه قوي. كمان انا بحب الطقم ده جدا. هنا خلاص بقى سويت كده المخدات وسويت السرير وبقى زي الفل. كمان عايزه اقول لكم جوزي بقى لما يرجع هيتفاجئ بقى، يقول لي ايه النظافه دي، ايه ده بجد. هنا خلاص بقى هنشيل بقى السجاد وكمان هنفضه تنفيضه كويسه قوي، وكمان هغسله على الناشف، يعني همشي عليه بالفرشه بتاعه اللي هي البلاط دي
الفرشه دي بتاعت السجاده، عايزه اقول لكم حلوه جدا، تقدري ان انت تغسلي بيها السجاده على الناشف، وبتطلع اي شعر ماسك في السجاد او اي ترابه كده يعني. خلصت بقى الارض وظبطت الدنيا، بدأت بقى ان انا امسح التسريحة، وكانت هي اخر حاجة بقيالي في الأوضة كلها. وبدأت ان انا امسح المراية كده، وهوريكم شكل الأوضة بعد ما خلصت خالص، وعايزاكم تقولوا رأيكم بصراحة. بصوا بقى ده شكل الأوضة بعد ما خلصت، عايزة اقول لكم حلوة قوي. كمان انا في حاجات كتير فصلت الكاميرا وعملتها ورا الكاميرا. بصوا هوريكم كل حاجة. ده شكل التسريحة. كمان الورد ده انا غسلته بالبخاخ الرش، وحطيت الميك اب بتاعي وحطيت حاجتي وظبطتها كده. ايه رايكم؟ بجد حلوه قوي. مسحت الشماعه وكمان مسحت التكييف ومسحت الخشب كله بتاع الاوضه. عايزه اقول لكم حلوه قوي. كمان هنا الدولاب. بصوا بقى المرايه بجد تحفه قمر، يعني ما بقاش فيها اي تراب، لان انا البلكونه عندي بتدخل تراب كتير، بس كده تمام يعني قشطه. كمان السرير الطقم ده لايق جدا على الاوضه، والالوان بتاعته حلوه قوي، وكمان انا بحبه جدا، هو كمان جديد. كمان حطيت الورده دي حلوه قوي، شكلها هنا بجد تحفه. والستاره هنا انا كنت غسلاها قريب تقريبا من اسبوعين، فهي كمان كانت نظيفه. وده شكل الاوضه بعد ما خلصت. وكمان السجاد هنا مشيت عليه باللي هو الغسيل الناشف بميه اللافندر بالبخاخ. عايزه اقول لكم برده بقى نضيف وحلو قوي، ما بقاش فيه اي ترابه. هو كان نضيف اصلا بس كان عليه ترابه خفيفه، فكانت كان اللون باهت. فدلوقتي بقى زي الفل، ما بقاش فيه اي حاجه. بصوا اهو ده شكل الاوضه بقى. ايه رايكم؟ بجد تحفه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، حطوا لايك واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركه، وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. واشوفكم تاني الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.